السلام عليكم مشاهدي قناتي. اليوم جبت لكم حلى الكاسات طعم ولا أروع، وبهاي الألوان الحلوة الزهري والأزرق للبنات وللصبيان. شوفوا بنات المقادير. أول شي عندنا هذا الكوب المعياري، ناخذ 5 أكواب. أنا عندي 5 أكواب، فأخذتوا 5 أكواب نفس القياس. وأخذتوا 3 معلقة من الحليب الباودر، 3 معلقة من النشا، وعندنا هاي الأطعام والنكهات، وعندنا معلقة من الزبد راح نستعمل فقط، وعندنا هاي الكمية من السكر 4 معالق، وعندنا هذا الملون الغذائي. أنا استعملت شكلين من الملون الغذائي. راح تشعرون الفيديو، وإن شاء الله إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة. أول شي ناخذ ال5 أكواب ماي ونشغل عليهم النار تقريبا تدفى الماي، وخليته علينا الحليب الباودر ونخلط شوية، وبعدين نضيف الشكر. ضفتوا الشكر، وأيضا نخلط خلطة بسيطة، وبعدين قبل ما يحمى الماي وبعدين يتكتل النشا نضيف النشا. عندنا 3 معالق كبار من النشا، نخلطه كل هاي العملية. والنار عاد تشتغل نار وسط. نخلط الحليب والنشا وكل المواد. بعدين عندنا هاي النكهة، أنا هون ضفتوا نكهة الموز، قطرات فقط من نكهة الموز، طعم طيب. 4 قطرات من هاي النكهة، ونخلط حتى تختلط كل المواد. وبعدين نجي على النكهة حسب ما انتم تحبون. انا خليته شوية شوية الى ان حصلتوا على اللون اللي انا يعني محتاجته. شعبنات لون الوردي اشقد حلو، عمقنانه الى اللون الوردي. بنات هاي الكاسات تنفع بالحفلات الاعياد، حفلات مثلا العزيمة عندكم، تطيقون تعملوها وتضيفوها على الميز تنطي جمالية. ناخذ معلقة كبيرة، معلقة أكل تقريبا أو مربع من قالب الزبدة، الزبدة بطعم القشطة حتى تنطي أيضا طعم لذيذ. خلاص إلى هوني انتهيتوا من كل المواد. نخلط على النار إلى أن يثخن، وبعدها نفرغه بالكاسات. شعبنات ثخنة وشكله ولونه الزهري أو الوردي الحلو. راح نضيفه بالكاسات. وعندنا أيضا هاي علبة الحروف والأرقام. هم حبيته أضيف على اللون الوردي كلمة بنت، بس ما لقيته كل الأحرف، بس لقيته كلمة الولد واللي هي بوي. فضفتوها على الكاسات اللي باللون الأزرق. شعبنات مثل ما أخذنا القياس طلع عندنا 5 كاسات. شعو جماله ولونه. بعد ما تبرد نضيف له الحروف أو التزيين. وعندنا بنفس الوقت ونفس المقادير، بس إضافة النكهة واللون تختلف. هوني أنا ضفت فانيلا وطعم الكراميل، وضفت أيضا اللون الأزرق. عندي 5 كاسات أيضا من الماء نفس المقدار، مع كاسة من الحليب أو ما يعادل 3 معالق، 4 معالق من السكر، 3 معالق كبيرة من النشا، نشا الذرة. نضيفهم كلهم ونخلطهم على النار إلى أن تتجانس المواد. وبعدين نضيف النكهة ونضيف اللون. هاي عندنا الفانيلا. بنات إذا وصلتم لهاي اللقطة رجاء لا تنسون اللايك. وهاي عندي نكهة الكراميل، نخلي منه قليل أو حسب ما أنتم تحبون، بس هي مركزة جدا فما أنصحكم تخلون أكثر من قطرات. وعندنا هذا اللون، هذا اللون أنا استعملته السائل، استعملته اللون الوردي باودر، واللون الأزرق استعملتونه سائل. شعوا لونه أشخط حلو. وبعد ما غلي خليته هم مربع من الزبدة أو معلقة كبيرة من الزبدة بطعم القشطة، هم تنطي طعم طيب. وهوني حبيت أضيف القشطة أيضا لزيادة النكهة والطعم.
ونكهة للكاستر. الألوان اللي عملناه هو شبيه بالكاستر بنات، بس أنا ما ضفته الكاستر، ضفته النشا وضفته ملونات غذائية أكيد ما تضر، لأن هاي يعني عليها رقابة وعليها كل شيء، فما أضر. إن شاء الله استعملوها. أنا اشتريتوها من العطار وقال إنه هي غذائية. اشعوا ألوانها الحلوة اللي تفتح النفس، وزينتوها بالقلوب وزينتوها بالأحرف والكلمات، وإن شاء الله عجبتكم ونالت رضاكم وشعوا جمالها. أتمنى أنه هاي الوصفة تسعد أطفالنا الحلوين، وأستودعكم بحفظ الرحمن، وإلى لقاء آخر بفيديو آخر من قناتي، قناة أكلات شهية واقتصادية. وإلى اللقاء، لا تنسونا اللايك.